ربما في كرة القدم الإيطالية الجميع يعرف أن يوفنتوس هو صاحب الشعبية الأكبر على صعيد المشجعين هنا في إيطاليا، ولكن على الصعيد العالمي مباراة إنتر وميلان هي المباراة التي تحظى بالزخم الإعلامي الأكبر. اليوم مداخيل قياسية بالنسبة لهذه المباراة، حوالي 8.7 مليون يورو صافي المداخيل لهذا اللقاء. حضور جماهيري كبير كما هي العادات، أكثر من 75 ألف متفرج سيتابعون هذا اللقاء. التذاكر بيعت منذ مدة طويلة، وللمرة الأولى منذ عامين كان هناك مخطط من جماهير الفريقين لإعادة الكوريغرافية أو التيفو إلى مدرجات الملعب، ولكن جمهور ميلان الذي كان يخطط لتيفو كبير على مدار 3 طوابق هنا في سانسيرو ألغى الفكرة في نهاية المطاف بسبب عدم حصوله على الموافقات الأمنية الكافية، بينما جمهور إنتر سيقوم بكوريغرافية مع بداية هذه المباراة. اليوم أكثر من 220 صحفي يغطون هذه المباراة، أكثر من 25 مصور، 28 كاميرا، بما في ذلك كاميرا عنكبوتية ستكون متواجدة في سقف ملعب سانسيرو، بالإضافة طبعا فرج لبث هذه المباراة في 200 قناة تلفزيونية ومنصة رقمية، بما في ذلك قناة الرابعة الرياضية للمشاهدين الكرام في دولة العراق. ومن بين الجماهير الحاضرة هنا الجماهير تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم. أرقام تعكس الأهمية العالمية لهذه المباراة الكبيرة بين إنتر وميلان فرج هنا في سانسيرو. لو نتحدث عن الأفضلية فرج سواء على صعيد الأداء أو على صعيد النتائج، إنتر بكل تأكيد يدخل بالأفضلية المعنوية لفارق ال10 نقاط على الغريم ميلان، وأيضا بأفضلية الأداء الذي يجمع الجميع على أن إنتر يقدم أفضل كرة قدم في إيطاليا. ميلان آخر 4 مباريات بيتية هنا في سانسيرو انتصر في مباراة واحدة، وهو كان انتصر على إنتر في مباراة الذهاب، لكن منذ عام 2011 لم يسبق له أن هزم إنتر ذهابا وإيابا، وهو ما يعكس صعوبة هذه المواجهة بين الفريقين. آخر 6 مباريات في المقابل بين الفريقين إنتر لم ينتصر، 4 انتصارات لميلان وتعادلين، وهنا الكفة تميل نوعا ما لفريق ميلان، بينما إنتر منذ الخسارة في مباراة الذهاب بهدف بوليسيتش لم يتعرض للخسارة في مباريات الدوري في 15 مباراة على التوالي، حقق 8 انتصارات متتالية. واليوم إنتر محسوب أنه يلعب خارج ميدانه، كون ميلان يحظى بالجمهور الأكبر في هذه المباراة. إنتر آخر 8 مباريات خارج ميدانه انتصر بها جميعا، وفي 6 مباريات من هذه المباريات لم يتلقى أهداف. هناك مؤشرات إيجابية لميلان، مؤشرات إيجابية لإنتر، ولكن الترشيحات فيما يخص الصحافة الإيطالية الجميع يتحدث عن أفضلية لإنتر، ولكن تبقى الأبواب المفاجأة مفتوحة بالنسبة لميلان كما فعل في مباراة الذهاب. إنتر كان الطرف الأفضل، ولكن ميلان هو من خرج منتصرا في تلك المباراة.